على قد ما في جزء كبير مني ارتاح لما اتأكدت انها بنتي، على قد ما كان جوايا جزء اكبر كان بيتمنى انها ما تطلعش بنتي. بس ربنا رايد ان اكمل بقية حياتي عايش في شكوك. بعد قصة حب دامت اكتر من 6 سنين اتجوزنا اخيرا. كان في بينا خلافات زينا زي اي 2 مرتبطين، اختلاف وجهات نظر، اختلاف في الذوق العادي يعني. وفي نفس الوقت كنت لسه مش جاهز، وده اللي خلانا نطول شوية في فترة الخطوبة. أمي الله يرحمها اتوفت وأنا في ثانوي، والعلاقة بيني وبين أبويا ما كانتش أفضل حاجة، مع إني كنت عايش معاه لحد ما اتجوزت. هي باباها كان متوفي من وهي صغيرة، ومامتها اتجوزت وعاشت مع جوزها في الإمارات، يعني تقريبا ما كانش ليها غيري. على فكرة أنا كان ممكن أتجوز في الشقة مع أبويا، بس أنا ما حسيتش إني هقدر أعمل ده، وهي كمان ما كانتش محبذة الفكرة. اتجوزنا وحملت بعد أول شهر من الجواز. فرحنا قوي، وأحلى فترة كانت وإحنا بنجهز أوضة البيبي. بس في يوم وأنا في الشغل جالي تليفون شقلب لي حياتي كلها. مساء الخير، أستاذ عمرو القاضي؟ حضرتك زوج مدام رضوى صح كده؟ مين معايا؟ مستشفى الشيخ زايد المركزي يا فندم. المدام دلوقتي موجودة في العمليات عشان عملت حادثة بالعربية. حادثة؟ طب ازاي وفين؟ هي كويسة طيب؟ هو حضرتك قلتي الشيخ زايد دي اللي في 6 أكتوبر؟ ايه ده؟ اخدت عربيتي وجريت على المستشفى، ودماغي كانت عمالة تجيب وتودي. عربية ايه؟ هي مش بتسوق اصلا. وهو ايه اللي نزلها بدري من الشغل طيب؟ وايه اللي وداها أكتوبر؟ احنا ساكنين في مصر الجديدة وشغلها في مدينة نصر. اخر مرة كلمتني كان الصبح لما كانت بتطمني انها وصلت الشغل زي ما متعودين يعني. كلمت ابويا بلغه عشان يسبقني على هناك. العملية استمرت اكتر من 12 ساعة. 12 ساعة وانا قاعد مستني بدعي ربنا انها تقوم. انا دماغي هتنفجر من كتر التفكير. يا رب. الحالة دلوقتي مستقرة للأم، والجنين الحمد لله هو كمان وضعه كويس. طمن إن شاء الله. المدام حصل لها نزيف في المخ، والحمد لله قدرنا نوقفه. في بعض الكسور في مناطق متفرقة من الجسم. احنا دلوقتي على أمل إنها تبتدي تفوق ال24 ساعة الجايين، وساعتها هنقدر نفهم أكتر. بس هو للأسف الأستاذ اللي كان معاها اتوفى. أستاذ مين يا دكتور؟ مكتوب عندي في الكشف هنا اهو أستاذ أحمد السيد. رحت عشان أفهم مين ده، وعرفت من أمه ومراته اللي كانوا منهارين في المستشفى إنه ساعات كان بيشتغل أوبر، وعنده بنت عندها متلازمة داون، وإنه من سكان 6 أكتوبر. بس رضوى عمرها ما كانت بتستعمل أوبر. أنا دماغي خلاص هتنفجر. رحت الريسبشن عشان أعرف شوية تفاصيل. لو سمحتي، هي الحالة اللي في غرفة 404 وصلت الساعة كام من فضلك؟ المدام وصلت حوالي الساعة 1. طيب هو فين متعلقاتها؟ الموبايل والشنطة، أي حاجة كانت معاها؟ هو للأسف يا فندم ما لقيناش معاها غير محفظتها. غالبا باقي الحاجة ضاعت أو اتسرقت ساعة الحادثة. دخلت الساعة 1، يعني تقريبا الحادثة كانت الساعة 12. دي بتخلص شغلها مش قبل 4. رحت الشغل عندها وعرفت انها كانت واخدة اجازة اليوم ده. انا خلاص هتجنن. وعدى يوم و2 و3 و10، ورضوى لسه ما فاقتش. دخلت في غيبوبة.
فضلت في غيبوبة لمدة 3 شهور. كانت عايشة هي واللي في بطنها على المحاليل. أنا حياتي وقفت، ما بقيتش أروح الشغل، وبقيت بشرب كتير قوي. كنت كل يوم أروح المستشفى وأقعد أكلمها وأسألها وهي في الغيبوبة: كنت فين؟ كنت رايحة فين؟ مين ده؟ ردي عليا، ردي عليا. بس طبعا ما ردتش. احنا لازم نخرج الجنين دلوقتي، وحضرتك لازم تفهم ان في احتمال كبير جدا يكون في خطورة على الام والجنين، فهنحتاج من حضرتك موافقة كتابية. ماتت رضوى، ماتت قبل ما افهم منها. ما بقتش عارف ازعل عليها ولا بطل تفكير في مين ده وكانت رايحة فين، ولو مفيش حاجة غلط كانت بتعملها ليه خبت عليا انها ما كانتش في الشغل، ولو مفيش حاجة. أستاذ عمرو، حضرتك راجل مؤمن ولازم تتقبل أي ابتلاء. البيبي للأسف هيكون عندها مشكلة مزمنة، متلازمة داون. ربنا يقويك ويصبرك. متلازمة داون؟ هو مش المرض ده بيجي وراثي؟ يا ترى دي بنتي ولا بنته؟ أنا لما سمعت الخبرين دول ما استوعبتش مشيت وأنا مش بفكر غير في حاجة واحدة: هي دي بنتي ولا لأ؟ فضلت أشرب كتير جدا، وبدأت الفكرة تكبر في دماغي أكتر وأكتر. أبويا أخد البنت وروح، وفضل يكلمني كتير وأنا ما بردش عليه. فضلت على الحال ده أكتر من شهر، لحد ما في يوم قررت إني أروح لأبويا البيت. رحت عشان أخد البنت. أنا لازم أعمل تحليل DNA عشان أرتاح شوية، لازم. كل لما كنت ببص في عينيها كنت بفتكر بنت الراجل اللي أنا معرفش كان إيه علاقته بمراتي. إحساس صعب جدا. وقعدت شهر كمان على الحال ده لحد ما نتيجة التحليل طلعت. البنت طلعت بنتي. ليه كده يا رب؟ ليه؟ على قد ما في جزء كبير مني ارتاح لما اتأكدت انها بنتي، على قد ما كان جوايا جزء اكبر كان بيتمنى انها ما تطلعش بنتي. بس ربنا رايد ان اكمل بقية حياتي عايش في شكوك.